المشاهدون الكرام في كل مكان، أجمل وأحلى وأغلى تحية لكم من المملكة العربية السعودية. كاميرا لو مرحبا أيها الأحباب. اليوم تشهد احتفالية الطلاب المتفوقين لهذا العام من السفارة السودانية ورابطة الطلاب السودانيين. إذن هي دعوة لكم منا، كونوا معنا. يأتي هذا الحفل الميمون في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية الشقيقة طفرة غير مسبوقة في شتى المجالات، حيث توافقت إرادة قيادتي البلدين الشقيقين على بناء علاقة تقوم على شراكة استراتيجية في المجالات كافة، إيمانا منها بأن الظروف تستوجب تضافر الأمة وأن يكون صفها موحدا ومتماسكا كالبنيان المرصوص بسطة للأمن وسعي لمكافحة الإرهاب والتطرف. المشاهدون الكرام، ما زلنا نتواصل معكم من داخل احتفالية رابطة الطلاب السودانيين بالعاصمة الرياض. يسرني جدا في هذه المساحة أن أستضيف الأستاذ ياسر أحمد مختار، رئيس المجلس الاستشاري للرابطة. مرحبا بك في شاشة قناة النيل الأزرق، ونتحدث اليوم عن تكريم الرابطة للطلاب. اهلا بك زميل ابو عبيده، واهلا بقناه النيل الازرق، وهي تشرفنا في هذا اليوم الاغر، اليوم الجميل الذي كرمنا من خلاله في رابطه الطلاب السودانيين 137 طالب وطالبه من المتفوقين النوابغ الذين احرزوا درجات عليا في الشهادتين العربيه والسودانيه وكذلك الشهاده الاجنبيه. الاحتفال شهدته دار السفاره دار السودان بالرياض، وهو من الاحتفالات السنويه التي درجت ان تقيمها رابطه الطلاب السودانيين. كرمنا هذا العام عدد مقدر من الطلاب الذين نتمنى لهم حياه جامعيه جيده، رغم ان القبول لم يستثنى كثير منهم بسبب النظام الجديد وهو نظام الكوتا. نتمنى لهم التوفيق في الدور الثاني للقبول، ونتمنى كذلك لجميع طلاب السودانيين في منطقة الرياض أن يعيشوا أجواء دراسية كما يعيشها أخوانهم في السودان الحبيب. اسمي مع عباس عبد الله ياسين، من بحري. حرست 97 في المدرسة و92 تحصيلي. بشكر رابطة الطلاب السودانيين وبشكر السفارة على اللي قدموا لنا. بس بتمنى من السودان تقبلنا زيادة، احنا محتاجين بجد، واحنا بدينا ندي أكتر من كده. نهى الفاتح أبو زيد، والدة الطالبة سجا تاج السر علي، أحرزت 96% في الشهادة العربية. وبنشكر رابطة الطلاب السودانيين في الرياض والسفارة على مجهوداتهم وتكريمهم لنا. أنا يسرى عبد الغفار حسن حميدة، الرابع عشر على مستوى السودان والأولى على مستوى السفارات الخارجية. أحرزت 95.7%. أحب أن أهدي هذا النجاح إلى والدي حفظهم الله وطول من عمرهما، وأحب أن أهديه أيضا إلى العائلة الكريمة كلها، وخصيصا روح جدتي سناء رحمها الله. وأحب أهديه أيضا إلى أساتذتي وأستاذاتي، وأخص بذلك الأستاذة الفاضلة سنية الياس حفظها الله. وأيضا أهدي النجاح إلى جميع الطلاب الخارجيين الذين لي الشرف أني أمثل عنهم. أحب أن أشكر رئاسة الجمهورية وفخامتهم. أحب أيضا أن أشكر قناة النيل الأزرق، والشكر أيضا إلى رابطة الطلاب على كل المجهود الذي بذلته. بشكر كل الجهات في داخل الوطن وفي خارجه، وأخص بالشكر الجهات الرسمية بدءا من رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية وكافة المسؤولين. والشكر موصول أيضا لكل الإخوة في الخارج من أسرة الجالية وسفارة السودان بالمملكة العربية السعودية، وكل المعلمين والمعلمات والجالية الكريمة أفرادا وأسر. والشكر أيضا موصول بصورة خاصة لرابطة الطلاب السودانيين بالمملكة العربية السعودية.
المشاهدون الكرام في كل مكان، هكذا تابعنا معكم من المملكة العربية السعودية تحديدا من العاصمة الرياض احتفالية الطلاب المتفوقين لهذا العام من حملة الشهادة السودانية والعربية. إلى أن نلتقيكم تقبلوا خالص تحيانا أبو عبيدة عباس ضفع الله، وائل عبد الرحمن بابدول لقناة النيل الأزرق الرياض.